هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية، القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام، والتي كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث. وليس من المقبول أن يفكر أحد في الوضع الخاص لمدينة القدس في إطار الضم أو التوسع، وإنما يجب أن تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع المؤمنين. وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون. وبدلا من إيقاظ أحقاد الحروب الصليبية فإننا يجب أن نحيي روح عمر بن الخطاب وصلاح الدين، أي روح التسامح واحترام الحقوق. إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض والشعائر، بل إنها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذي لم ينقطع في هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا. وهنا فإنه يجب أن لا يخطئ أحد تقدير الأهمية والإجلال اللذين نكنهما للقدس نحن معشر المسيحيين والمسلمين. ودعوني أقول لكم بلا أدنى تردد أنني لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تبلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد، إذ لا معنى لأي حديث عن السلام الدائم العام، ولا معنى لأي خطوة لضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم في أمن وأمان، وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك أبدا سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير.